وتصحى ان شاء الله تلاقيش وشك. ما تلاقيش لا الحبوب موجوده ولا وشك موجود. معاكم دكتور اسلام الامام، اخصائي الامراض الجلديه والتجميل. انا محمد شرف، دكتور جلديه. بيجي لنا مواقف كتير في العياده بتبقى غريبه شويه. يتصدر قائمه المواقف اللي ممكن تحصل مع اي دكتور جلديه في العياده هي المواقف اللي بتحصل بسبب السوشيال ميديا، وانا اوقات كتير بستغرب من الثقه الكبيره اللي الناس بتاخدها في الكومنتس اللي موجوده على الفيسبوك. يعني بمجرد ما واحده انا ما اعرفهاش ممكن اصلا يكون صورتها صوره بوكهانتس مثلا وبتقول لي تجربه ازاي اعالج الحبوب اللي في وشي. هو اللي الفيديو قال لها كده قهوه تركي. باوفر نايت وتصحى ان شاء الله تلاقيش وشك. ما تلاقيش لا الحبوب موجوده ولا وشك موجود. احنا حابين نعرف اللي بيتابعنا ايه خطوره العادات الغلط دي. بص انا بحب دايما اقول لكل حاله جايه لي 3 نصايح. ما نستخدمش حاجه موجوده على الفيسبوك، اراء اصدقائنا واصحابنا وجروب الواتساب بتاع البنات وبس، ده نغسل وشنا من الميك اب قبل ما نروح لدكتور الجلديه. بقى في حاجات حديثه دلوقتي بتجيب نتائج في وقت اسرع من بالظبط، زمان. كل ما قدرت في علاج الحبوب او كل ما بدات بدري في علاج الحبوب وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها افضل. وكل برضه ما كان الشخص ملتزم ببعض التعليمات العامه زي مثلا الاكل، اللايف ستايل بشكل عام. طيب خلينا نلخص اللي احنا بنقوله ده في شويه تيبس. لو بدانا بيها كده نتكلم عن الهيلثي لايف ستايل، اذا كان الاكل اللي بعيد عن الفاست فودز والمواد الحافظه، اذا كان شرب الميه المناسب لكل شخص، اذا كانت الرياضه العاديه اللي هي نص ساعه تقريبا في اليوم. بعد كده يجي دور استخدام المويسترايزر المهمه، المرطبات المهمه لترطيب البشره على حسب نوع كل بشره، اذا كانت جافه او مختلطه او دهنيه. انا متفق معاك جدا يا دكتور اسلام، ما اقدرش ازود كلام على اللي انت قلته. ففعلا هو الحاجه اللي بتمشي مظبوط من الاول بنوصل لنتيجه صح في الاخر.